حبايب قلبي، شو اخباركم؟ اليوم طبختنا هي سلطة الدجاج، بس رح نسويها بتتبيلتنا الخاصة ورح نلفها سندويش بالخبز التركي. كتير طريقة سهلة، خليكم معنا خلينا نشوف كيف بدنا نسويها. وهلا مثل ما شايفين حبايبي رح افرد السوداء وغسلها بمي باردة حصرا. وهلا شوفوا شو رح نسوي، رح ننقعها بليمون. خليكم معي. وهلا حبايبي حنقطعها ونشيل هاي كل الزوايد اللي بقلبها. خليكم معنا. وهلا حبايبي بعد ما فرمنا السوداء ونظفناها كتير منيح وغسلناها اول وش، رح نحط لها مشان انه نزنخها كم ورقة غار، تمام، وكم جرس قرنفل، ورح نحط كمان قرفة عود هيك، تمام. هلا بقولكم شو رح نسوي. ورح ملحها كمان، تمام، ورح احط لها هدول مشان يروحوا الزنخات. بعدين ننقعها للسوداء شوي بهي التوابل كرمال الزنخة، كمان عصير ليمون عليها. هلا حبايبي السوداء كثير حساسه، يعني هيك بدك انه بس شوي. هلا حبايبي بنترك سودتنا منقوعه شوي ورح نقطع لها الفلفله. هلا هي حسب ما الواحد بيحبها، تمام. رجعنا لكم حبايبي وهيك خلصنا تقطيعهم. شوفوا لي هالالوان شو بتجنن. وهلا حبايبي رح اقليهم بشويه زيت بلدي، تمام هيك. وهيك حبايبي تقلوا معنا. هلا بعد ما نقعنا السوداء وقسيت شوي، راحت الزنخه منا رح نغسلها وجه ثاني ونروح الليمون عنا. هلا حبايبي بعد ما غسلناها شوفوا كيف شكلها صار نص مسلوق يعني. هلا حبايبي حنكتهم من فوقهم. والبهار المطلوب حبايب قلبي رشه قرفه، نص ملعقه زنجبيل، نص ملعقه كزبره يابسه، هي المطحون كمان نص ملعقه، وشطه حمراء رشه، وحتى 7 بهار رشه، ونص ملعقه فلفل اسود. هلا رح نضيفهم للسودا. حتى اسوي شي صفعه على الانستا بسويها بصور. عندي طبخ فيه بس عاد لا وهلا شوفوها حبايبي هي وبالفرن، عن جد الريحة ما بتنوصف. بنصحكم تجربوا هالطريقة، والله طعمه ولا أطيب من هيك. يعني مثل السودا المشوية وإنه هيك مع خضرة وهيك، والله بتجنن طعمتها. وهيك صحتين وعوافي على قلبي وعلى قلبكم.